قامت المغرب ببناء محطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات دولار. 9 مليارات 9 ملايير كلفهم المشروع هذا. شوف الخريطة دي ونيبر وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو تمر حوالي 14 دولة إفريقية. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة عدل اس اف تي دي زد. اليوم جا لكم بنوفال فيديو ونوفال رياكشن. نجي لكم فيديو جديد معكم كالعادة عادل ومعانا عبد النور. هذا خويا صغير خوتي. اللي كانوا متابعين القناة من الاول كاعيتك يعرفوا بلي هذا هو خويا صغير. ظهر معايا واحد زوج فيديوهات فقط، نخليكم في الديسكريبشن تحت تشوفوا الفيديوهات اللي ظهر معايا من قبل. اليوم ان شاء الله جيناكم فيديو جديد خوتي. الفيديو اللي دومونديتوه كتير خوتي، اللي هي راح نشوفوا المشاريع المستقبليه تاع المروك تاع المغرب. اليوم ان شاء الله نشوفوا المشاريع هذه المستقبليه تاع المغرب لهذه السنه 2021. المهم 2021 عفوا خوتي. المهم خوتي ما نطولش عليكم الحديث كثير قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لنا لايك وكومونتير وتابونيو لنا فلاشان ولا كش ما عندكم ديروا كما خونا هذا اللي بعث لنا الفيديو اسمه محمد صابح، هو اللي بعث لي الفيديو هذا قال لي دير عليه رياكشن. المهم خوتي ديروا كما خوتنا، ابعثوا لنا لي فيديو في الانستغرام ولا دخلوا للديسكريبشن تحت تلقاو الانستغرام تاعي، ولا هبطوا لنا في كومونتير اكتبوا لنا واش راكم حابين، انا نقرا كاع لي كومونتير اللي ديروه لنا خوتي. وبارك الله فيكم وشكرا كثير على الفيديو السابق اللي حقق بزاف صراحه حقق بزاف نجاح خوتي. الفيديو هذاك لي صراحة ما كنتش نستنى فيه وكنت نستنى في التشجيعات تاعكم خوتي، بارك الله فيكم. لكن في الفيديوهات القادمة ان شاء الله راح تكون معنا خوتنا ياسمين ان شاء الله. في الفيديوهات السابقة راح نجيبوها دير معنا رياكشن ان شاء الله. وعلاش لا ما نديروش رياكشن في 3 ولا نديروا ان شاء الله يكون في كما نقول لك من القدام تتحسن ان شاء الله. ان شاء الله بالدعم تاعكم خوتنا ان شاء الله خوتي، بالدعم تاعكم تتحسن الله شان ما خير ان شاء الله. ما نطولش عليكم الحديث كثير يلا نبداو الفيديو تاعنا. ثروة كبيرة. اوكي خوتي رانا بدينا بالفيديو هذايا، ومن أهمها المواد الطاقية البترول والغاز الطبيعي وغيرها، والتي تعتبر أهم مصادر الطاقة الوطني، جعل كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وغيرها من أغنى الدول، وبينما جعل من العراق وسوريا وليبيا ساحة حرب. أغلب الدول العربية تمتلك مصدر طاقة طبيعية على أراضيها، المغرب متفوقا إقليميا رغم افتقاره للموارد الطبيعية. صراحة دوك حنشوفوا المغرب يعني صحيح انه البترول والغاز في العديد من الدول العربية اللي عندها البترول والغاز يساهموا في التطور. هو مصدر طبيعي، نعم هو مصدر مهم للدخل الوطني، ولكن حنشوفوا المغرب ما عندهاش يعني هذا المصدر تاع الغاز ولا البترول. حنشوفوا اهم المجالات تاع المشاريع تاعها اللي يخليها تلجا الى طرق اخرى كيما نقولوا سياحه كيما ايوا كيما خوتي. نكملوا الفيديو هذا نشوفوا اهم المشاريع خوتي اليوم. أولا مشروع الطاقة الشمسية بالمغرب. هذا أول مشروع خوتي، مشروع الطاقة الشمسية تاع المغرب. كدول العالم يحتاج إلى مصدر الطاقة سواء في الصناعة أو تزويد السكان بالكهرباء، وبما أنه لا يتوفر على مصدر طاقة طبيعية، وبما أن المغرب يمتلك أحد أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، فتتعرض أغلب البلاد لأكثر من 3000 ساعة في السنة، وقد تصل إلى 3600 ساعة في الصحراء. لهذا قرر ملك المغرب محمد السادس استغلال لأنه سورتو في المجال تاع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، حيث قامت المغرب ببناء محطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات دولار. 9 مليارات 9 ملايير كلفهم المشروع هذا. مشروع ضخم هذا. بحلول عام 2020 وإلى أعلى منها في سنة 2021، كما يتم بناء 5 محطات للطاقة. شوف يعني هذا المشروع هذا يعني مشروع مهم، ما يدير لأنه حاليا صرتوا في العالم راح يتقدم، يعني ما حش نستعملوا البترول، ما نولوش نستعملوا البترول خلاص كيما البترول ينفد كيما يخلص. ولكن مشروع الطاقة الشمسية هذه مشروع يعني صحيح انه مشروع ضخم، كلفه 9 مليار دولار. يكلف
من بصح 9 ملاير هذوما اللي كلفهم هو حيجيبوا منها فايده اكيد فايده كبيره يدخل لهم راح يولي ينفع البلاد، سواء ينفع السكان يزودوا بالطاقه او يصدروا حتى كذلك لاوروبا خوتي، لان اوروبا او دول العالم تحتاج الطاقه الشمسيه. الطاقة الشمسية تشمل محطات خلايا شمسية ومحطات للطاقة الشمسية المركزة، ومن أهم هذه المواقع محطة نور للطاقة الشمسية والتي تقع في مدينة ورزازات. ورزازات سامع بها هذه المنطقة هذه 2016 بطاقة سعة 160 ميجا وات. أصبحت 160 المحطة ميجا. السابعة محطة للطاقة الشمسية في العالم بعد المحطات الخمسة الأمريكية الأولى ومحطة سولابين الإسبانية، حيث تعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية الحرارية بين دول الجنوب، وهي تحتوي على أكبر صراحة المشروع هذا ضخم خوتي، مشروع ضخم كبير المشروع هذا. يجعل المغرب يتخلى عن استيراد الطاقة من دول أخرى بشكل كبير، حيث ستوفر المحطة حوالي 38% من احتياج المغرب السنوي للكهرباء. مشروع جيد ومكلف خوتي. نشوفوا المشروع الثاني الضخم هذا. ثانيا ميناء طنجة المتوسط. ميناء طنجة هذا معروف خوتي، معروف تسمع به. يعتبر ميناء طنجة المتوسط أكبر مشروع من نوعه في إفريقيا والبحر المتوسط. يوجد الميناء في مدينة طنجة التي تعتبر بوابة المغرب البحرية الرئيسية أكبر ميناء في إفريقيا على البحر المتوسط، ويقع عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط على مستوى خليج يقع بين رأس سبارتل ورأس مالابا. راح يزيد يكبروا المشروع هذا، على بالك يكبروه باش يزيدوا الاستثمار والثروة البحرية فيها ضرر ما يفيدهم المسافرين والنقل الدولي عبر الطرق. وكان يعرف بخطوطه المنتظمة التي تربطه بمختلف الموانئ الأوروبية، الجزيرة الخضراء وبرشلونة وطريفا في إسبانيا وسيت ومارسيليا وميناء فاندر في فرنسا وجنوة بإيطاليا. ويتميز أيضا بوجود منطقة حرة تقع مباشرة على المسطحات التابعة له، والتي جذبت شحنات ذات قيمة مضافة عالية، حيث عمل هذا المشروع على جذب الاستثمارات الأجنبية. صراحة المشروع ضخم بزاف هذا، ميناء طنجة معروف العالم نحو إفريقيا، يساعد على تصدير تجارة والسفر كذلك. المشروع الثالث. ثالثا مشروع الغاز. سامع بهذا المشروع هذا، سامع به انا مسامع. الغاز لا هو مشروع ضخم بزاف، يديروا انابيب المغرب ومن ثمة الى اوروبا، وهو انبوب غاز سيمتد على طول 5 من نيجيريا حتى المغرب الاوروبي. المغرب يدخل على اسبانيا. وسيمر هذا الانبوب بكل شوف الخريطة دي ونيبال وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو، يمر حوالي 14 دولة إفريقية والسنغال وموريتانيا. وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وصولا إلى أوروبا خلال 25 سنة القادمة. مما لا شك فيه أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام المغرب للدخول بقوة إلى منطقة غرب إفريقيا من بوابة الغاز النيجيري. ويسعى المغرب ليكون ضمن مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، وهي سوق نشطة وواعدة في القارة. كل الناس المشاريع هذه كلها تحققت ولا مازال حاليا، لا سيما مشروع أنبوب الغاز خوتي. قلنا في الكومنتات تحت بدلا من التركيز على العمق المغاربي. دوك نروحوا للمشروع الرابع. رابعا مشروع محطة تصفية الماء البحر أكادير. مشروع ثاني شباب، مشروع تصفية، وهذا مشروع كبير خوتي بزاف. وهذا المشروع هذا خوتي بكفاش يفيد المشروع هذا، يعني يفيد سورتو احنا المنطقة المغاربية في شمال افريقيا خوتي، يعني راح تكون قلة الامطار، كي يكون قلة الامطار ايوه يكون جفاف، راح يكون السدود تنخفض خوتي. لهذا ما عندناش حل واحد اخر، عندنا الا حلين ربما اللي هي يديروا بئر ارتوازي ولا يصفيوا الماء تاع البحر. تصفية الماء البحر خوتي، كيكون مشروع ضخم كيما هذا خوتي، راح يعني يكون احتياجات المواطنين في السكان في المغرب، وراح يقلص بزاف من الجافة للمملكة المغربية،
حيث سيحل نوعا ما أحد أهم المشاكل التي يواجهها المغرب، وهي نقص في الموارد المائية، وستكون من إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى منطقة المتوسط وإفريقيا بسعة تبلغ في أكبر محطة في أفريقيا في المتوسط 275 ألف متر مكعب في اليوم، منها 150 ألف متر مكعب في اليوم موجه للماء المشروب، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن أيضا من استفادة ما يناهز 1,600,000 نسمة من الماء المشروب في جهة أكادير الكبير، كما سيعمل على تطوير الاقتصاد الفلاحي وكل ما يتعلق بإشكالية الري. سورتو الماء مهم جدا. مهم يساعدهم في الثروة الحيوانية الزراعية، يساعد بزاف لا سيما المياه خاوتي. ما يكون مشروع مفيد جدا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء. هذا وش خلاص الفيديو هذا خاوتي. المهم أنا كملنا الفيديو هذا صراحة مشاريع بزاف ضخمة. داروا 3 مشاريع ضخمة. 4 مشاريع. 4 مشاريع. كاين لي هما عندهم كيما تاع الغاز اللي عجبني، تاع الغاز وتاع الماء. تاع الميناء عندهم ميناء كبير صح فيه استفادة، لكن حبوا يطوروه. لو كان ما حبوش، ما حبوا يزيدوا الدخل وكذا، ما لقيتو كلفهم والاخر مي حاجه مليحه. المغرب صراحه بالمشاريع هذه عندهم مشاريع اخرى، يعني اسك المشاريع هذه تحققت ولا مازال ما تحققت؟ خوتنا كيما قال لكم قولوا لنا برك اسك هاد المشاريع صارت ولا ما صارتش، يعني اسك تحققت يعني في ارض الواقع ولا لا. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، اعطونا اراء تاعكم. ايضا كاين بزاف مشاريع اخرى، كاين بزاف مشاريع مازال. المهم خوتي قولوا لنا على هاد المشاريع هذه، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات اي واش راكم حابين نديروا عليها رياكشن. اكتبوا لنا في الكومنتات تحت، ولا يهبطوا الديسكريبشن تحت تلقاو الانستغرام تاعي. ديروا لنا كيما خاوتنا، ابعثوا لنا لي فيديو ولا ابعثوا لنا اراء تاعكم. المهم خاوتي ما نطولوش عليكم الحديث كثير، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله وفي فيديو جديد. وما تنساوناش بالجام والكومنتير ونخليكم بامان الله، ونقول لكم سلام.